السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم حمزة من قناة مدرسة لاكرز وموقع www.hackers.com. لا تنسوا زيارتنا على موقع للمزيد من الشروحات والدروس المصورة. أولا أسف إخواني الكرام على هذا الغياب الذي لم يدم طويلا. وأعد إليكم في حلقة جديدة عنوانها كيف تقوم باختراق حسابات فيسبوك عن طريق التخمين. أولا دعونا نفهم ما هو التخمين. مثلا هذا هو الشخص الذي نريد اختراقه. سوف نقوم بجمع معلومات عنه، مثلا الاسم العائلي او الاسم الشخصي، رقم الهاتف، الفريق الذي يحبه، وبلا بلا بلا، وجميع المعلومات التي يمكن ان نجمعها حول هذه التحية. اذا اذا استدعى الامر، ابعث لهذا التحية طلب صداقة، تعرف عليه حتى تتمكن من معرفة عليه مجموعة من الأمور أو مجموعة من المعلومات تجعله يعطيك معلومات، مثلا رقم الهاتف أو الفريق الذي يحبه أو مجموعة من المعلومات الأخرى التي يمكنك استغلالها وسحبها بعد أن تتحدث مع الضحية. بعد ذلك تأتي مباشرة إلى ملف، أن تقوم بإنشاء ملف تكستي جديد. مثلا لنقوم الضحية مثلا يمكن أن يستعمل في الباسورد حمزة، يمكن أن يستعمل باسورد حمزة، يمكن أن يستعمل باسورد حمزة 1998 تاريخ الميلاد، أمر مهم جدا. ممكن أن يستعمل الفريق الذي يحبه، مثلا على سبيل المثال تقوم بتقدير جميع المعلومات أو جمع هذه المعلومات ووضعها في ملف TXT. مثلا عرفت أو قمت بمعرفة تاريخ الميلاد الخاص به، تضعه أيضا. أعطاك مثلا وسحبت رقم الهاتف، تقوم بكتابته أيضا 06585961. مثلا أيضا الأشياء المهمة، الاسم العائلي مثلا يمكن أن يقوم بعمل الاسم الشخصي ثم الاسم العائلي، يمكن أن يقوم بعمل الاسم العائلي ثم الاسم الشخصي، يمكن أن يقوم بكتابة لقبه أو يكون في الباسورد هو اللقب الخاص به، حتى تجمع المعلومات هكذا. أوكي، كما ترون جمعت مثلا حول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مثلا 12 باسورد أو تخمين. سوف تقوم مثلا بتجربة مرات ومرات عديدة، يعني فشلت في المرة الأولى، حاول المرة الثانية، حاول المرة الثالثة حتى تنجح معك أخي الكريم. فقط كنصيحة، قمت بالتجربة مرة أولى لم تنجح معك، اذهب مدة مثلا نصف ساعة أو أقل، لأن حماية فيسبوك حتى لو وضعت الباسورد الصحيح لن تتمكن من الدخول إلى هذا الحساب، لأنه يعني يشعر الفيسبوك أن هناك تخمين على حساب ما، لذلك يقوم ب منع هذه العمليات. لذلك أقول لك لم تنجح معك المرة الأولى، اذهب نصف ساعة أو أقل أو 20 دقيقة وعد مرة أخرى وجمع معلومات وطبقها. للإخوان الذين يقولون أن هذه العملية لن تنجح معك، توجه إلى الموقع الخاص بنا، تنزل إلى تحت ثم تقوم بالدخول إلى تحميل باسورد ليست 309 مليون باسورد. تخيل معي أخي الكريم هذا الكم الهائل من الباسوردات، سوف تخترق به عدة حسابات، ممكن حسابين أو 3 حسابات أو أكثر أخي الكريم، لأن تخيل معي 390 مليون باسورد. أظن حتى أن الويندوز لن يتحمل هذا الكم الهائل من الباسوردات. يمكنك تحملها حوالي 800 ميجا بايت، ممكن تحملها واستغلالها في العملية. بعد أن تقوم بجمع المعلومات، تقوم بنسخ هذه الباسوردات اللي يمكن أو المعلومات التي يمكن أن تكون هي الباسورد. بعد تقوم بالدخول إلى ملف pass.txt، تقوم بعمل سيف لها. أوكي، هذه المعلومات سوف تجد أسفل الفيديو. بعد ذلك يجب عليك أيضا الإيميل، أن تحصل على الإيميل الخاص به. أوكي، مثلا أيضا الإيميل سوف نستفيد منه، يمكن أن يكون الباسورد هو هذا اليوزر، يعني أنت كهكر يجب أن تستغل أي شيء أخي الكريم. أوكي، الآن نأتي إلى طريقة تجربة هذه الباسوردات بدون أن نقوم مثلا أن نأتي إلى الباسورد هكذا ونأتي ونجرب هل هو الباسورد صحيح أم لا. سوف نضع سكريبت يقوم بتلك العملية، أو قبل أن تشغل سكريبت سوف تأتي إلى هذا الموقع activate.com
أو تقوم بتحميل مترجم البيرل الذي سوف يقوم بتشغيل هذا السكريبت الذي سوف نستعمله. تقوم بتحميل الإصدار الذي يناسب جهازك، مثلا بالنسبة للأشخاص الذين يمتلكون جهاز أو نظام نوع ويندوز 32 سوف تقوم بتحميل هذا الإصدار. 64 تقوم بتحميل هذا الإصدار. كيف تعرف أخي الكريم؟ تأتي إلى كمبيوتر ثم properties، بعدك تجده هنا system type 32 بايت. أوكي، بعدك تقوم بالضغط على هنا، سوف يقوم بالتحميل معك. تنتظر حتى تحميل وتقوم بتنصيبه، قد يستغرق حوالي 6 دقائق حتى يتم تنصيبه، لذلك قمت بتنصيبه سابقا. بعد أن تنتهي تقوم بعمل نسخ لهذا ملف الباسوردات وملف أيضا السكريبت الذي سوف يقوم بالتخمين. نقوم بالذهاب إلى سي هكذا، ثم نضعهم في قرص سي. لماذا وضعنا هنا؟ حتى يسهل لنا الوصول إليهم. نقوم بتشغيل موجه الأوامر CMD. تأتي إلى هنا وتقوم بتشغيل CMD، ثم نقوم بكتابة CD نقطتين حتى يرجع إلى الوراء، CD نقطتين حتى يرجع إلى الوراء. نقوم بتغيير اللون. قمت بتغيير اللون حتى يظهر لكم ما أقوم بعمله في CMD أثناء مشاهدة الفيديو. كما قلنا سوف نقوم بكتابة بيرل أو نقوم بكتابة دير حتى يعرض لنا جميع الملفات التي الموجودة في القرص سي. كما ترون هذه جميع الملفات. هذا هو السكريبت الذي قمنا بنسخه. نقوم بكتابة بيرل ثم fb على هذا الشكل .pl، ثم نقوم بكتابة أو الضغط على انتر أولا حتى يعطيك ما سوف تقوم بعمله. كما ترون يقول لك هنا سوف تقوم بكتابة بيرل ثم fb.pl. نقوم بكتابة العملية مرة أخرى، ثم الإيميل تقوم بوضع إيميل الضحية، نسخ ثم لصق. بعدك تقوم بعمل pass.txt. هذه pass.txt تحتوي على الباسوردات التي سوف يجربها هذا السكريبت، الباسوردات التي قمنا بجمعها والمعلومات التي جمعنا حول الضحية. نقوم بالضغط على انتر وننتظر أن تبدأ عملية التخمين. كما ترون start cracking. كما ترون الباسورد الأول خطأ، الباسورد الثاني خطأ، الثالث خطأ، برشلونة خطأ. كما ترون هنا إخواني الكرام باسورد فاوند يعني أن يقول لك أن هذا الباسورد حمزة هو المستعمل في هذا الحساب أو في هذا يعني في حساب الضحية. كما ترون معي قام بإصدار لنا باسورد فاوند. هذا هو باسورد حمزة لنراه الموجود في الليست. كما ترون هذا هو حمزة. سوف نقوم بالتجربة أمامكم إخواني الكرام. سوف أخذ الإيميل حتى لا تقولي أنني أقوم بخداع أو شيء ما. نأتي إلى فيسبوك ثم أضع الإيميل، ثم أتي إلى السكريبت مجددا، كوبي، ثم أقوم بلصقه باس، ثم أضغط على لوجين. لاحظ معي لوجين. أوكي، كما ترون تم الدخول أو اختراق الحساب، وقد وجد السكريبت الباسورد الصحيح المستعمل فقط من معلومات الضحية. يعني هذا مثل الأمر إخواني الكرام. أرجو أن تفهموا هذه الطريقة، لأن هناك العديد من الإخوان سوف يقول لك أنك أنت وضعت الباسورد. أخيرا الكلمة نعم، وضعت الباسورد لأنني جمعت معلومات حول الضحية. هذه المعلومات يمكن أن يستعملها الضحية في الباسورد الخاص به. هذا مثل الأمر إخواني الكرام. أرجو أن تكون هذه الحلقة قد عجبتكم. لا تنسوا زيارة موقعنا www.isakers.com، ولا تنسوا في الأخير الانضمام إلى قناتنا على اليوتيوب بالضغط على سبسكرايب إذا كانت هذه أول مشاهدة للفيديو. جميع الملفات المستعملة سوف تجد في الفيديو. أخوكم حمزة الغمام من قناة مدرسة لاكرز. إلى اللقاء.